إن الشهيد محمد الذي طالته يد الغدر والخيانة في جريمة بشعة تخلو من جميع الصفات الإنسانية، جريمة تعبر عن الخزة والندالة لهذا الإرهاب التكفيري الذي لا يزال كل يوم يقوم باغتيال الشخصيات الوطنية منها المدنية والعسكرية والسياسية، المنافين بذلك كل الاتفاقات الدولية والأخلاقية. هؤلاء الغربان هم خفافيش الظلام الذين لا يستطيعون المواجهة وجها لوجه، لأنهم أجبن من ذلك، أجبن من أن يكشفوا الأقنعة عن وجوههم السوداء، وعددوا أسلوبهم حرب العصابات والعملاء والجواسيس. لقد أرادوا باغتيال الشهيد محمد ضرب الأمن والأمان الذي نعيشه اليوم في شمال وشرق سوريا. نعزي أنفسنا أولا على فقدان أحد الهامات الثورية وأحد كوادرنا الرياديين الذين تحلوا بروح الثورية والبطولة والشهامة والوطنية. وكما نعزي عائلة الشهيد وجميع أهله وأحبابه وأصحابه، وننحني إجلالا وإكراما أمام عظمة الشهداء. نحن لا نخشى الشهادة منذ أن بدأنا بهذا الطريق، ونحن نعلم سننتصر أو سنستشهد. ومن هذا المبدأ عاهدنا قائدنا وشهداءنا وشعبنا بأننا سنكون درعا فولاذيا لحماية قيمنا وثقافتنا وإيماننا وديننا وتاريخنا وعرضنا وأرضنا. الذي كان دائما يقول هرمجل الحرية، دائما يقول هرمجل الشهداء، شيع الشهداء وقال لهم أنتم في العقود، أنتم في الخلود، أنتم في القدسية. ونقول لهم لأعداء الحرية أننا سنمشي على طريق الرفيق محمد فوزان، وسنمشي على أثره ونقتفي أثره حتى تحقيق الحرية لجميع شعوب المنطقة وتحرير جميع مدننا من رجس الإرهاب. ونقول لأولئك الذين أيديهم الخبيثة أننا سنقطع هذه الأيدي بفضل قوات الديمقراطية وشعبنا وكوادر حزبنا، لن نرحم بهم أحدا، وسيكون جوابنا قاسي باتجاههم. الاسم والنسبة محمد فوزان، اسم الأم خديجة، اسم الأب حسين، مكان وتاريخ الولادة عن 15/1/1975، مكان وتاريخ الاستشهاد 13/10/2022.